تأهل المنتخب العراقي لدور الست عشر، وذلك بالعلامة الكاملة بتسع نقاط بعد الفوز على المنتخب الياباني بنتيجة هدفين مقابل هدف، وعلى فيتنام بنتيجة 3 أهداف لهدف، وعلى إندونيسيا ب3 أهداف لهدف. وأصبح ترتيب المجموعة كالتالي: العراق في المركز الأول ب9 نقاط، واليابان في المركز الثاني ب6 نقاط، وإندونيسيا في المركز الثالث ب3 نقاط، ويأتي منتخب فيتنام في المركز الأخير بدون نقاط. ويواجه منتخب العراق في دور الست عشر ثالث المجموعة الخامسة أو السادسة، وتضم المجموعة الخامسة كلا من الأردن وكوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، وتضم المجموعة السادسة كلا من السعودية وتايلاند وعمان وقرغيزستان. وتنطلق مباراة العراق في دور الست عشر من كأس آسيا يوم الاثنين المقبل 29 يناير في تمام الساعة 2:30 بتوقيت العراق والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن، 3:30 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، 1:30 بتوقيت مصر وليبيا والسودان، 12:30 بتوقيت تونس والمغرب والجزائر على استاد خليفة. وتذاع المباراة على قناة BN كأس آسيا بتعليق حسن العيدروس، وقناة SAS سي الرياضية بتعليق عبد الله الحربي، وقناة الرابعة بتعليق سالم السالمي، وقناة الكأس إكسترا بتعليق خالد الحدي، وقناة أبو ظبي الرياضية آسيا بتعليق أحمد الحامد.